السلام عليكم اخواني واخواتي المشاهدين متتبعي قناه ترند المغرب. مرحبا بكم الاخوان، فيديو جديد، حلقه جديده ورياكشن جديده الاخوان. في هذه الحلقه ان شاء الله غنبداوها بهذا الهدف العالمي اللي سجلو ادريس الجبري، لاعب ديال المغرب الفاسي الاخوان في الشباك مرمى الوداد البيضاوي. يعني هدف بصراحه اسطوري، هدف جميل جدا. يعني بصراحه هذا الهدف هذا احسن هدف تقريبا في هذه البطوله الاخوان اللي كنشاهدوا انا بكل صراحه والله العظيم. اذا كنشاهدوا يعني احسن هدف في الشباك الوداد من طرف اللاعب. يعني شوف كيفاش سجل هذا الهدف الاخوان، والطريقه باش سجل الهدف فطريقه يعني بصراحه احترافيه، فتبارك الله عليه وما شاء الله الاخوان. كيبقى احسن هدف في هذه البطوله في هذا العام ان شاء الله لحد الان الاخوان. وهذا الهدف الاخوان فكرني كذلك في اسام طنان اللي سجل في نهائي كاس العرب الاخوان، كان اجمل هدف. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا. لا 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 يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، دون يا تاريخ. يعني بصراحه الاخوان كاينين لعابه زوينين عندنا. الماتشات اللي كنشوفوا هذا العام هادو يعني هربانين في تسجيل اهداف، عندنا اهداف زوينين. يعني عندنا التيران هادشي زوينين. يعني شنو اللي باقي خاصنا الاخوان هو التعليق بالنسبه للمعلقين الاخوان ناقصين. لا في القناه الرياضيه كيف تنشوفوا هي القناه الوحيده اللي عندنا الاخوان، المعلقين بكل صراحه ناقصين من حيث التعليق الاخوان. يعني ما تقدرش تبقى تفرج في الماتش وتسمع لهذاك التعليق بحال المعلقين اللي كنشوفوا الاخوان في القنوات الاخرى. خص يكون واحد يديروا واحد المسابقه ديال هادشي ديال التعليق الاخوان، بحال اللي كنشوفوا في كوميديا، كنشوفوا في يعني في بزاف هادشي ديال الغناء، هادشي تيديروا مسابقات. فتا هادشي ديال المعلقين خص تكون واحد المسابقه الاخوان. عندنا والله الا عندنا مواهب في المغرب اللي كنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، كنشوف معلقين زوينين بصراحه والله العظيم الاخوان. الا بقاو يكونوا ان شاء الله في القناه الرياضيه، ولكن ما تعطات لهمش ما فهمتش الاخوان، ما تعطاتش لهم الفرصه. خص هذه القناه هذه تحل واحد الفرصه قدام الشباب باش يقدموا ان شاء الله، وتكون واحد المسابقه احسن معلق يديروا يعني جائزه، يديروا واحد المسابقه لاحسن معلق ويخدموا معهم في القناه الرياضيه، لان التعليق ناقص الاخوان بصراحه. بحال اللي تشوفوا في هذا الفيديو الاخوان، شوفوا تعليق الاخوان كي دايرين والله العظيم. تقريبا محاوله تمرير الداخل الجانبي، ولكن تلمس احد محاوله وهدف. الهدف الاول جميل جدا، هدف لفائده فريق المغرب الفاسي والمسجل اللاعب بالجديده. ولا المعلق في سكرات الموت. وبدينا عاوتاني البوندسليغا المغربيه. شو صاحبي هاد البيت اللي كيدير بيت خيالي يا صاحبي ديال بوجديده، بيت ما عاديش. تخيل معايا صاحبي هذا معلق عليه فارس عواض ولا عصام الشوالي ولا داك البلوشي ولا رؤوف خليف. تخيل كي غيكون هاد البيت وكي غتسمع التعليق والو صميت لميت يا جدك بحال ماركه بيدي. كاين انا صاحبي بزاف ديال الدراري انا كنساطع معاهم في فيسبوك انستغرام تيك توك، والله جا معلقين واعرين بالله. علاش ما تخدموش؟ واش ما عيطوش من نهار بدات الرياضيه؟ نفس المعلقين كاينين وما باغيين يتعلموا، ما باغيين يزيدوا لقدام، ما والو. شحال غنبقاو ديما بحال هكا؟ وهزوا شويه لبرا صاحبي. راه نتوما قناه زعما ديال الرياضه في المغرب، نتوما القناه الوحيده ديال الرياضه اللي في المغرب صاحبي. وها العار لما تكيسوا علينا شويه، ها العار بركه. أهداف الدوري المغربي هذا الموسم أهداف عالمية، وهادو أفضل 3 أهداف في البطولة. المركز الثالث هدف سفيان من جديدة من المقصية على الفتح الرباطي. مستحيل. المركز الثاني هو هدف من نفس اللاعب وعلى نفس الخصم. وقبل ما أقول أفضل هدف في البطولة، أظن أنك نسيت تعمل المتابعة. تابعني ولا تنسى تعمل لايك. اذا المركز الاول هو الهدف الاسطوري اللي بالجديده في مرمى يعقوب المنصور. يلا جول، يلا جول 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 جول. هدف نسخه طبق الاصلي لهدف لويس سواريز. خليني من الوداد اللي خسرت الماتش، ومن الماس اللي تصدرت الدوري مؤقتا، ومن يتمنى اللي مازال كيتمنى. وشوف معايا جماليه هذا الهدف اللي مارك اللاعب دريس الجبلي، مهارات الرابونه. هدف اللي سواء الطريقه ديال التسجيل ديالو سواء التوقيت اللي جا فيه ما يمكننا غير نعتبروه تحفه فنيه. فباش تجرب تضرب رابونه من خارج منطقه الجزاء وفي الدقيقه 80 وانت فرقتك غادا يلاه 0-0 وكتقلبوا على الرباح ولاعبين على صداره ديال الدوري ولو مؤقتا، فراه خصك تكون تايق في راسك وفي القدرات ديالك. والصراحه هادشي ماشي غريب على فريق المغرب الفاسي
الفاسي هذا العام اللي من الاول الموسم هو كيمتعنا باهداف كنا كنتمناو نشوفوها في البطوله. فماتش مورا ماتش كنا كنشوفوا المغرب الفاسي ديما كيماركيو اهداف خياليه. جا هذا الجول اللي تقريبا بواحد النسبه كبيره الا ما قلناش 100% غيكون هو هدف الموسم. وبهذا الاخوان بصراحه يعني المغرب الفاسي دابا راه هو الاول في يعني في الترتيب المؤقت. يعني بصراحه هذا العام هذا داخل مزيان. وهذا الهدف الاخوان بصراحه تفرجت في الماتش، هدف عالمي في الدقيقه تقريبا الاخيره ديال الماتش في 80 يعني قريب يسالي الماتش وجاب لهم يعني الهدف ديال باش يفوزوا. يعني كان تعادل السلبي 0-0. والله الا الهدف كان بصراحه واحد الهدف اسطوري جميل جدا. يعني هذيك اللقطه كنبقى نعاودها الاخوان. فوز المغرب الفاسي كيشعل المنافسه على البطوله الوطنيه وكيفرض راسو كمرشح كبير على اللقب. وهذا ما كان كل واحد في لي كومونتير يقول لنا الفرقه اللي كيتوقعها غادي تربح البطوله هذا الموسم. اخوان البطوله ديالنا تبارك الله راه في امل. البيت ديال جبايل ضد الوداد اليوم فاز ضد الوداد، راه ما يمكنش البيت اللي ضل صامد. هجمه وحده متقانه ماركات البيت سال الماتش. واخا يطلع الكاليتي اخي. او لا 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 لا. شوف بدينا كنشوفوا بيوتا واعرين. يحق لك ان تشاهد مباريات ومتابعه البطوله الوطنيه. تدخل تفرج مع راسك. شوف كاليتي اللهم بارك عندك نسبه ديال 0.5 حتى ل 1% ماكسيموم تشوف بحال هذا البيت في شي ماتش. بصراحه والله الا عندنا بصراحه الماتشات زوينين الاخوان. خصنا غير معلقين كيف قلت لكم الاخوان. خصنا تعليق. الرياضيه هي الوحيده اللي عندنا في المغرب الاخوان وما فيهاش تعليق زوين. ما فهمتش علاش. خص قناه وحده الاخوان يديروا ليها التعليق زوينه بعدا تبقى تفرج وتستمتع بهذاك الماتش. كتستمتعوا بالماتش ولكن اخوتي الصوت والو. خص التعليق باش تعيش هذيك اللحظه ديال بحال هذا الهدف هذا. راه خصو واحد التعليق زوين الاخوان بصراحه. مريع حيت باش ماركي بيت بالرابونه. اي حيت بصراحه تيبقى بيت واعر ومن البيوت اللي قليل تشوفهم في الماتشات. علاش ملي كيتماركي بيت بحال توجب عليك الاشاده. وهاد البيوت هادو اللي قلت لك بمعنى اخر ولاو عندنا في البطولات تيق حيت كاليتي ملي تبدي فريستايلي ويماركي بعد كتعرف ان الكاليتي بنادم راه وصل ليها. الا حاجه وحده بحيث ان البيت تمتع به كلشي الا شكون الا الوداديه بطبيعه الحال تماركات ضدهم. وهنا خسروا الماتش بطبيعه الحال اللي نقدر نقول لك من هجمه وحده متقانه وصل الماتش شمت تقبيه. والان نعم المغرب الفاسي متسيد الوصيف الجيش الملكي فرق نقطه ما نقولوا ما علينا. الوداد كذلك بالتشارك لكن تبقى ترتيب الاول والثاني والثالث. الثالث هو الوداد. خوتي المغاربه واش ممكن شي واحد يقنعني بان هذه البطوله الوطنيه؟ شي واحد يقنعني. خرجوا قنعوني. اش هاد الكره دارت هاد الشيء ضد الجيش. قولوا لي والبيت اللي ماركات قولوا لي شنو واقع البطوله الوطنيه. ولينا كنشوفوا بيوت واعرين. البيت اللي ماركات التشيره على الجيش والبيت اللي ماركات الوداد تماركا على الوداد البارح والبيوت اللي كيماركي بين جديده ديال المغرب الفاسي. قولوا لي شنو واقع البطوله الوطنيه. ولينا كنشموا فيها الريحه ديال الدوري الانجليزي. تبارك الله صراحه تبارك الله برافو عليكم متعتونا. ولينا كنقلبوا على كنشموا كاين شي ماتش ديال البطوله قلبونا نتفرجوا. ولينا كنشوفوا الفراقي الصغار كره زوينه الفراقي الكبار كره واعره. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. هادشي كان حلم. هادشي اللي كنشوفوا دابا راه كان حلم ديالنا نشوفوا البطوله الوطنيه فيها الكره نقيه بزاف. تبارك الله علينا وشكرا لكم حيت كتمتعونا في كل ماتش ديال البطوله الوطنيه. برافو عليكم وشكرا لهاد التحفه الفنيه ديال المدرب ديال التشيره اللي خرجها لنا في الماتش ضد الجيش. برافو عليك. ترى ما يمكنش. ترى بيش خرافي بيش عالمي بيش طوب ويلي تا وداد مبهدلت على الدرجه صاحبي. واش منا والله تحب فيها بالله حب شي الفرقه والله حب فيها بالله. خرجت عليها قتلتيها. وي بزاف اصاحبي بيش ما يمكنش اصاحبي. واو بيت دينايا دي ماريا هذا بيش كده ما يمكنش اصاحبي والله ما يمكن البيت كبير. ترى بيش خاطر اصاحبي البيت والله عمري شفت البطوله الوطنيه. كنشوفوا عند كواريزما كنشوفوا عند دي ماريا. ترى صافي ما كاينش في البطوله. الله العلم والله حتى العلم بالله. ايش منك خليك غادي بحال ما هكا. هذا الهدف هذا راه في البطوله المغربيه. هذا راه ماشي ميسي ولا رونالدو. هذا راه لاعب في المغرب الفاسي امام الوداد دقيقه 80. كلشي كيقول بان المباراه تسالي 0-0 وكلشي على الاعصاب ديالو الا لاعب واحد. هاد دريس جبلي
كيضرب الكره بهذه الطريقه هذه بهذه القوه هذه، كيفاش دار ليها، كيفاش ديك البروده باش ضرب. هدف واعر بزاف، لحد الان احسن هدف في الدوري المغربي، وراه الصحف وكل شيء كيهضر عليه دابا، والعالم غادي يتبلبل بهذا الهدف هذا، كل شيء كيتبارطاجيه. شوفوا معايا الجماليه ديال الهدف، راه ماشي اول مره راه عنده شي حوايج. شوف هذا الكونترول هذا راه هو هذا اللاعب، هذا نفس اللاعب دريس الجبلي. نعاودوا الهدف، الجماليه ديالو واعره بزاف، تبارك الله عليه. هدف في المستوى، هدف كيرقى بالبطوله المغربيه. كلشي بارطاجي، ومبروك للمغرب الفاسي. يعني بصراحه الاخوان هذا العام تبارك الله الكره فيها ما يدار في المغرب. الماتشات تقدر تفرج يعني بحال كتفرج في الدور الانجليزي، والله العظيم الاخوان. يعني ناقص غير التعاليق بصراحه الاخوان، التعليق على الماتشات. خص الرياضيه كيف ذكرت الاخوان تجيب معلقين اللي يكونوا في المستوى، اللي عندهم تعليق زوين. هادشي اللي ناقص الاخوان. ما الحمد لله عندنا لعابه زوينين هذا العام، عندنا التيرانات، عندنا التجهيزات، عندنا كلشي الحمد لله. خاص غير المعلقين يكونوا في المستوى، هادشي اللي خص تضيف القناه الرياضيه الاخوان. عرفتي الاخوان، شوف هذا البيت، شوف هذا احسن بيت في 2026. هذا اكيد انه ياخذ جائزه بوشكاش هذا العام. ما يمكنش احسن بيت 2026. طريقه باش سجل دريس الجبلي ديال الماس، لعبه الماس والوداد، طريقه خرافيه صاحبي. شوف انا الفيديو درتو لك، شوف وتبع. راه ما يمكنش انه لاعب تكون عندك ديك الفكره انك تكروازي بديك الطريقه وتكروازي رجليك وتضرب بالرجل اللي هي ماشي ما عرفت كيفاش نشرحها، ماشي انتيريور ماشي اكستيريور، شي حاجه. هادشي كنا كنلعبوا به ملي كنا صغار. كانت عندنا هاد اللعيبه كنديروها ملي كنا صغار، ولكن كنتفلاو بها، ما نقدروش نماركيو بها بيوت. مستحيل تماركي بها بيوت، امبوسيبل. راه واخا تكون ماشي انا راه ماشي من الماس، ولكن البيت جميل جدا. تكون ودادي، تكون رجاوي، تكون بارسا، وتكون ريال مدريد، تكون كتبغي اي فريق في العالم. الا كنتي كتذوق كرة القدم، احسن بيت هذا العام بدون استثناء هو البيت ديال دريس الجبلي، انتصار المغرب الفاسي على الوداد. بيت رائع. وانتم شوفوا بقاو تعاودوا وعطيوني التعليقات ديالكم. مغاربه ما يقد عليهم غير الله سبحانه وتعالى. حتى البطوله ديالهم احسن بطوله عند العرب، ولا احسن بطوله في افريقيا، ولا كيف ما بغيتي، بطوله واعره. شفت التعاليق ديال العرب كلهم تيعلقوا على هذا البيت، من الجزائر، من تونس، من جميع انحاء الدول، كل هاد الدول العربيه بدون استثناء، كلهم تأكدوا بانه احسن بيت 2026 وضروري ياخذ احسن جائزه. وهذا البيت خرافي، تبارك الله عليك دريس الجبلي، بيت رائع. هانئا المغرب فاسي، لعبوا كره تبارك الله عليهم. ودائما ملي تشوف شي حاجه فريده وشي حاجه زوينه وشي حاجه حبها ونشرها، وما ديهاش في الانتماء ديالك، تكون من الماس، تكون من الجيش، تكون، ولكن ملي تكون كره العز المغرب. برافو عليك اخويا دريس الجبلي، هذه تاريخيه. المخ ديالي لاكار، المخ شوف لي ديك القرار اللي خدا الباترون نقولوا ديفياج الفتح، ولكن باش ديفونسور ياخذ هذا القرار ويضربها بهذه الطريقه. تبارك الله دريس الجبلي، وبيت واعر صراحه. مزيان زيد سيدي شوفوا لا بيت واعر ماركز الجبلي، بيت واعر. سعداتكم بها المصاويد، الله يسعدك. إخوان أخواتي المشاهدين الكرام الأوفياء الأعزاء، تلنا وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. خوتي خليو لي التعاليق ديالكم، كيف جاكم هذا الهدف ديال إدريس الجبري الإخوان في الماتش ديال المغرب الفاسي والوداد البيضاوي. بصراحة عجبني هذا الهدف، وكان عندي أحسن هدف في البطولة الإخوان، وكنتمنى يدي أحسن جائزة إن شاء الله هذا العام هذا. خليو لي التعليق ديالكم الإخوان كيف جاكم الهدف، وما تنسونيش خوتي باللايك الفيديو، تشجيع منكم والتحفيز. والناس اللي ما مشتركينش في القناه فانضموا للقناه الاخوان، وتحياتي لكم والى فيديو اخر ان شاء الله.